السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واحبابي في الله، عاملين ايه يا حبايبي؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش في موضوع الفيديو زي ما احنا متعودين مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بحب اشكر كل اللي بيدعمني باي شكل من الاشكال، سواء اللي بيعمل لايك على الفيديو او بيكتب تعليق في كلمه طيبه او ان هو بيشترك في القناه وبيفعل زر الجرس علشان يوصله كل فيديو جديد مني بامر الله تعالى. هنتكلم كلمتين مهمين في الفيديو ده، والكلمتين دول بيخصوا كل غاوي. مبدئيا كده ردي على سؤال بيتقال من بعض الغواة اليومين دول، وهي الغية غية بشوات وغية ملوك. هي الغية ولا غية بشوات ولا غية ملوك. الغية طول عمرها غية فقير وغية غني، وهقول لك ازاي. الفقير هو اللي عنده دايما فكر ودايما عنده طموح، بس بيشتغل بالحصالة. يعني ايه بيشتغل بالحصالة؟ يعني مادياته على قده، بس عنده فكر. يعني ايه الفكر ده؟ الفكر ده بيجي ان هو ربنا من عليه بعقلية ان هو قدر يستغلها في عشقه في تربية الحمام، وان هو يقدر يعرف مواصفات وتكوين ونمر اي حمامية غزار. وده اللي خلاه ان هو بمادياته القليلة او بحصلته الصغيرة ان هو يبدأ يمسك مستويات قوية. طب يمسك مستويات قوية ازاي؟ ما انا قلت لك ان هو عارف مواصفات وتكوين ونمر اي باب النمر النموذجية او المواصفات النموذجية او المواصفات القياسية. فهنا بيبدأ طبعا عنده فكر، والفكر بيولد ايه؟ بيولد الرؤية الكويسة. فهو بدأ يخلي الاتنين تمام مع بعض. ازاي يخلي الاتنين مع بعض؟ بقى في فكر وفي رؤية. طب الفكر ده ان هو عارف مواصفات القياسية او النموذجية للحمامة. طيب الرؤية ان هو عينه حلوة، يقدر يميز الحمامية اللي هي المستوى قليل، او الحمامية اللي هي فيها عيوب شرعية، او الحمامية اللي هي فيها عيوب غير شرعية، او الحمامية الجامدة، او الحمامية المتوسطة. وهنا بيقدر يقتني الحمامة الكويسة. يعني ايه بيقدر يقتني الحمامة الكويسة؟ يعني بيقدر يجيب الحمامة اللي تخدمه، غير ان هو ربنا من عليه بموهبة او الرزق ان هو يقدر يفرخ من ورا الحمام ده، والحمام ده ما يوقعش منه. ده في الاول في الاخر رزق. طيب من هنا بدأ الغاوي اللي هو الفقير اللي على قده، اللي ربنا من عليه بالفكر والرؤية، بدأ يشتغل تمام بإيده، وبدأ يشتغل عملي. فربنا من عليه ان هو بدأ يدخل قماشة بسعر حنين وفصلها وخلاها قماشة غالية، بقى يخلي الناس اللي حواليه او الغوال حواليه يبصوا له او يتابعوه او يركزوا معاه. فبيبدأ يعمل ايه؟ بيبدأ ينزل زيادات. فالزيادات دي الغني اللي معاه فلوس بيعمل ايه؟ عاوز برضك ان هو بيتمزج وداخل الغاية مزاج، بس ومعاه فلوس ومقتدر. بدأ يعمل ايه؟ ربنا ما منش عليه بالفكر ولا الرؤية، بس من عليه بالماديات. فبدأ يعمل ايه؟ اللي هو الغني ده بدأ يشتري بفلوسه. طب ما هو اللي بيشتري بفلوسه ده فاد الغية برضك. ما هو الفقير ده اشتغل بالحصالة الصغيرة او اشتغل بالماديات اللي على قده. تمام كده؟ طيب حمامه ده او زياداته دي هتروح فين؟ هو عايز يبيعها برضك بسعر كويس. فبيبدأ الغني يعمل ايه؟ يقول لك شراء العبد ولا تربيته. الغني اللي معاه فلوس المقتدر قال لك شراء العبد ولا تربيته. فبيبدأ يعمل ايه؟ فبيبدأ ياخد الحمام تمام من الغاوي الفقير، اللي هو الغاوي اللي عنده فكر ورؤية. ربنا من عليه بالفكر والرؤية، وهو استغل ايه؟ النقطتين دول.
واستغل النعمتين دول، بس اشتغل بايه؟ بمادياته القليله. فهنا الفقير بياخد، الغني بياخد من ايه؟ من الغاوي الفقير اللي هو عنده فكر وعنده رؤيه، بياخد منه الحمام، تمام، المستوى الكويس. طب ما هنا الغاوي، تمام، اللي هو الغني ده، فبياخد بارقام كويسه، فبيبدا يخلي الفقير ده اللي هو الغاوي اللي عنده فكر وعنده رؤيه يستمر في الغيه. بياخد الفلوس دي بيعمل بيها ايه؟ طبعا بيبقى في حاجات هو محتاجها، وممكن ان هو يحسن من الحمام اللي عنده ويجيب كلفة الحمام والدنيا تستمر. فاصبح في ايه؟ في عامل الفكر وعامل الرؤية وفي عامل المادة، كله بيكمل بعض وكله بيوصل لايه؟ كله بيوصل لنتيجة كويسة، ان الغية تستمر والغية تعلى. فكر زائد رؤية زائد ماديات، يبقى احنا جمعنا مال قارون، صبر ايوب، عمر نوح، والثلاثه دول، تمام، زي ما بيقولوا كده ايه، يقدموا اي حد او ينجحوا اي مجال. فكده الايه؟ غايه الحمام بتنجح. فالغايه طول عمرها غايه فقير وغني، عشان نبقى واضحين، الاتنين بيكملوا بعض. كل كلمه اقولها لك في الفيديو ده صدقني مهمه جدا، وباذن الله هتخليك تستمر في الغيه وانت مغمض عينيك. طيب، غلو والكلفه اضلع الغواه كلها. غلو والكلفه خلى دلوقتي بعض الغواه، تمام، او نسبه كبيره من الغواه ان هي عايزه تصفي، وفي منهم اللي صفى. طيب، هو الحمام يا جماعه، بس انتوا ايه بالنسبه لكم؟ الحمام عدد في الليمون؟ يعني الحمام، غايه الحمام عدد في الليمون؟ يعني انت لو عندك عدد في الليمون، يعني عندك 300 400 حمامه، يبقى انت كده عاشق للحمام؟ يبقى انت كده بتحب الحمام؟ يبقى انت كده غاوي تقيل؟ مش بكتر الحمام يا جماعه، ذكر على انتيتين، وركز في الكلام اللي انا بقوله لك ده، ذكر على انتيتين على 5 6 اسس حضان يقوموا غيه، يعملوا غيه، يصيطوا غاوي، يمسكوك، تمام. مش هقول لك بقى ايه ارقام فلكيه والكلام ده، هيمسكوك مبالغ تخليك اول حاجه تستمر في الغيه لمزاجك، وتدخل حمام مستوى قوي برضك، وتغير في الدم، وفي نفس الوقت ما يعجزكش ان هو ما بياخدش من جيبك، وتتمزج. يبقى هو مش بالعدد في الليمون. طيب، اكتريه الغوال اللي صفت دي، نتكلم بالراحه بالادله وبراهين. اكتريه الغوال اللي صفت دي، هل عندهم مستويات قويه؟ لا، ما عندهمش مستويات قويه. وده اللي قلناه، الناس جريت ورا الشبه. يعني ايه الشبه؟ الناس دخلت في بعض البيبان واخدين الحمام بالشبه، ولا عارفين نمره ولا مواصفاته ولا تكوينه ولا حتى اي حاجه عنه. دخلوا عشان فلان الفلاني ده باع زغلولين برقم، او باع نتايه برقم، او اتفصلت له نتايه برقم، او فلان باع ذكر برقم، تمام، او اتفصل له ذكر برقم. فبعض الغواة دخلت في بيبان هي لا تفقه عنها شيئا، ولا في نمرها ولا في مواصفاتها ولا في تكوينها ولا في فرخها. حتى لو جابوا حمامتين جامدين من عند غاوي وعرفوا يفرخوه، ما بيعرفوش يغيروا دم الحمام امتى، ما بيعرفوش يركبوا، مش يركبوا حمام بره على حمام تاني، لا، ما بيعرفوش يركبوا دم على دم. ليه؟ لأنه هو دخلها، تمام، فلان جاء اتفصل له، فلان باع، فلان مش عارف مسك. هي مش كده، بقول لك ذكر على انتيتين يعملوا غيه. طيب، اكتريه الغواة اللي صفت دي، هل عندها مستويات قويه؟ لا، ما عندهاش مستويات قويه. الناس دي دخلت الغيه ازاي؟ بال 300 400 قص، بال 300 400 حمامه، افرخ اعجن، افرخ في الموسم بال 80 و90 زغلول. تيجي اخر الموسم ينزل حمامه، ما يجيبش رقم، ما يجيبش سعر، ومش متداول بين الغواة. والغواة اللي بتشتريه غواة مبتدئة مش حريفة، لأن الغاوي الحريف بيقدر يميز بين الحماماية المستوى القليل من المتوسطة من الحمامة القوية.
فالغاوي الحريف مش هيقرب منها، والغاوي اللي هو مبتدئ لو اشترى مرة فبيتعلم، فالمرة الجاية مش هيشتري، فأصبح الحمام تمام المستوى القليل بقى عدد في الليمون بيتكاثر، ومش عليه الطلب، مش عليه السحب زي ما بيقولوا، مش عليه العين. افهموا بقى، ده اللي خلى الغاوي تمام يتضلع من الكلفة. يعني ايه يتضلع من الكلفة؟ يعني دلوقتي عنده 300 400 حمامة او 300 قص. مبلغ النهارده يا جماعة، النهارده عشان تكلف الحمام ده مبلغ، ده مرتب تاني، مرتب خيالي. طب انا ليه اوصل نفسي للمرحلة دي؟ مش انا اللي قلت الغوال احرف مني والغوال تقيل. قال لك يا جماعة الحمامة الجامدة هي اللي هيبقى عليها الطلب، هي عليها العين، هي اللي هتبقى مطلوبة. الحمام المستوى القليل مش هيبقى مطلوب، هيبقى عبء على الغاوي. وفعلا ده اللي حاصل النهارده، الحمامة القليلة عبء على أي غاوي سواء مبتدئ أو غاوي حريف. وأنا طبعا مقتنع مليون في المية إن مفيش غاوي حريف هيربي حمامة مستوى قليل، لأن هو خلاص هو شاف الجامد، فعمره عينه ما هتروح على القليل. فانت ركز معايا في الكلمتين دول، الكلفة ايه؟ الكلفة غالية. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان ما صفيش، عشان اواجه مشكلة غلو الكلفة؟ وخلاص بقى امر واقع، غلو الكلفة خلاص، اللي بيعلى وبيزيد ما بينزلش وما بيقلش، عشان نبقى واقعيين. فخلاص هيبقى امر واقع ان الكلفة مش هتنزل. طب اعمل ايه انا عشان يبقى في نسبة وتناسب؟ هقول لك تعمل ايه. اول حاجة يا جدعان من السهل خالص ان انت تمام تخف الحمام خالص. لو انت عايز تستمر في الغية واعملها لمزاجك ولنفسك تمام، اول حاجة ان انت تخف حمام. وطبعا هتخف حمام، فانت هتخف الحمام اللي هو المستوى القليل خالص، هتنطره بره السلكه بتاعتك تمام، مش هيبقى في حساباتك. شكرا. لو هتبيعه بنص ثمنه، اقول لك حاجه يا عم، لو هتهديه للناس، ايه رايك بقى؟ لو هتهديه للناس توفيرك في الكلفه احسن مليون في المية ان انت تربي حمامه مستوى قليل. يعني انت لما تبدا تهادي الحمام المستوى قليل ده للغواة او المبتدئين، احسن ما يقعد عندك ويكلف. كل ان انت تكلفه ده عبء عليك وميزانيه تانية، مش هيفيدك، مش هيقدمك، خدمه على الفاضي، ماديات بتتهدر بتترمي في الارض، مفيش اي استفاده عشان نبقى صراحه. ولا هيقدمك في الغيه تمام، ولا هيزودك جنيه، بالعكس هيأخرك وهيهدر مادياتك. يعني هيبقى عبء عليك من كل حاجه. يبقى انا اخف الحمام ايه؟ المستوى القليل، اللي هو الحمام الشعبي، سميه زي ما تسميه، اللي هو الحمام اللي فيه عيوب شرعيه، تسميه زي ما تسميه. انت راجل شواف وحريف، او راجل شواف وشايف الدنيا ماشيه ازاي. لو انت على قدك في الغيه، طلع الغاوي اللي عندك قول له اسيب ايه وما اسيبش ايه. سهله خالص اهي. طيب تاني حاجه، النهارده اقل غاوي تمام، او نسبه الغواة ان هي مدخنين نسبه كبيره. يعني قليل قوي تلاقي غاوي ما بيدخنش، نسبه كبيره من الغواة بتدخن. طب انت النهارده بتدخن بكام في اليوم؟ انا اعرف ناس بتدخن في اليوم بالعلبتين والثلاث علب في اليوم. لو انت يا عم مدخن علبتين، لو انت مدخن ثلاث علب في اليوم، خلوهم يا عم علبتين. لو انت مدخن علبتين، طب ما تخليهم علبه. لو انت مدخن علبه، ما تخليهم نص علبه. لو انت مدخن نص علبه، طب ما تبطل تدخين خالص. اقل غاوي مدخن او اقل مدخن النهارده في الشهر بيصرف له 1000 جنيه. اول حاجه نفس داخل بيدمر صحتك، ونفس طالع في الهواء مش هيجيب لك حاجه. لكن الحمام لو انت مثلا جبت له كلفه الشهر ده، هو هيصرف على نفسه الشهر اللي بعده. لو انت بقى شوف ازاي، يعني انت بتقعد 12 شهر تدخن، ال 12 شهر بتدفع من جيبك عشان تدخن تمام. لا يا عم، الحمام
تمام؟ عشان تغواه. ولو انت بطلت تدخين هتصرف عليه 6 شهور في السنه، وهو يصرف على نفسه 6 شهور التانيين، وهتتمزج و100 فول ب 14. النهارده قعده القهوه، اقل قعده قهوه النهارده هتكلفك كام في اليوم؟ 20 جنيه ولا 25 جنيه، ده اقل حاجه. ولو في 2 صحاب ولا بتاع هتعزمهم هتخش لك في 60 70 جنيه. طب ما انا يا عم افك نفسي من قعده القهوه، وده قال وده عاد وده سوى وده جاب وما جابش وده عمل وما عملش، وافكك وده قال ولا ما قالش، وافك هنا من الحوارات دي وخليني في سلكتي. دي دنيتي. سماعي اول حاجه، فتحتي لباب العشه او باب اللفت او باب الداير، تمام؟ وصوت التزييقه دي او فتحه دي راحه نفسيه. فتحه البيبان دي وقفلها وصوتها راحه نفسيه. سحبه الطاجن وفيه حصويتين راحه نفسيه. سحبه الطاجن وفيه زغلولين لبه راحه نفسيه. سحبه الطاجن وفيه زغلول صافي، زغلول قشر بندق، زغلول مرقع، زغلول احمر غزار، زغلول مسود، زغلول كشك، راحه نفسيه. سماعك لبرجمه الذكر، تمام؟ وبرجمه النتايه راحه نفسيه. سمعانك، تمام، لصوصوه الزغاليل راحه نفسيه. منظر اللفت بتاعك بالعيون، بالمكالف، بالطواجن، بالمسائي، بسحب بشيلك، تمام، الكلفة وتكلفهم بالدنيا. غسلك للمسائي بالدنيا راحة نفسية أقسم بالله ما يحسها غير الغاوي بجد. يا عم أنت دلوقتي جا وقت، مثلا وقت إن أهلك بيصرفوا عليك، أهلك جا وقت بيصرفوا عليك، اهلك ما عادش مقتدرين ان هم يصرفوا، وانت تقدر تشتغل وتصرف عليهم. جا الوقت ان انت تشتغل وتصرف عليهم. الحمام اداك، لا ما اداكش، الحمام اداك. ده وقت ان انت يعني تقف جنب الحمام مثلا او جنب غيتك اللي مزاجك برضك، وانت مستفيد. والله يا جماعه مستفيد. ركز في كل كلمه انا بقولها لك. انا مش عايز منك حاجه، انا الحمد لله ما عنديش مزرعه. انا ما عنديش مزرعه عشان مثلا اتاثر ان جواه صفت او ما صفتش ما يشغلنيش. انا ليا بنفسي حمامي بنيتي وبظبط دنيتي ومروق على نفسي والحمد لله راضي. فرغت ولا ما فرغتش بالدنيا عندي، انا حمامي بالدنيا عندي وبكلفه وربنا بيعني وربنا بيرزقني. على فكره عسف القصه بس عشان ننهي الموضوع خالص، تمام؟ كلفه الحمام دي، تمام، كلفه الحمام دي من الاخر مش بتاعتك، يعني مش عبء عليك ولا حاجه، ده ربنا بيرزقك عشان. طب جرب كده جرب صفي حمام خالص، هتلاقي الدنيا ضيقت عليك قوي. انت فاكر ان انت تصفيتك للحمام ان انت هتوفر وبتاع، طب جرب كده هتبص تلاقي ان الدنيا ضيقت عليك. ربنا بيفتحها عليك عشان الروح اللي انت بتاكلها دي هي ملزومه منك. ما هي ملزومه منك بس هي ملزومه في الاول وفي الاخر من الخالق اللي خلقها. الخالق اللي خلقها رزقها عنده مش عندك انت. انت مجرد سبب، انت مجرد مسخر بس عشان بس تجيب لهم الاكل وتراعيهم. لكن هو في الاول وفي الاخر الرازق هو الله والخالق هو الله. من الاخر يا جماعه عشان ننهي كلام هري ابص الاقي ناس في التعليقات واحد كاتب انا خلاص هصفي حمام، يجي في التعليقات واحد يقول الحمد لله انا طلعت منها على خير. طب دخلت منها من الاول ليه؟ طالما انت طلعت من الغيه على خير، اسال السؤال ده لنفسك انت. انا مش هساله لنفسي لان انا عارف انا دخلت الغيه ليه. انت دخلت الغيه ليه من الاول؟ طالما انت قلت الحمد لله انا طلعت منها، طالما انت قلت الحمد لله انا طلعت من الغيه، انت دخلت فيها الاول ليه؟ انت السؤال ده اساله لنفسك. انا عن نفسي انا عارف داخل الغيه ليه. مش هقول لك بقى غيه بشوات وغيه بتاع وغيه والحوارات. غيه كنت امشي في الشارع راسي دي بتتلف كده حوالين العماير او حوالين البيوت على اشوف منظر الدوائر ومنظر الحمام وهو بيطاير وهو بيحطه، ووقفه الذكر على العرق وهو بيبرجم، ولا الذكر يكسر النتايه ويطلعوا ياخدوا لفتين حوالين الداير وينزلوا. انا عارف انا دخلت الغايه ليه. اسال نفسك انت دخلت الغايه ليه. والحلول اللي انا قلتها لك دي مفيش اسهل منها وسهل خالص. هشوف انت عاوز ايه وقرر مع نفسك
وكل واحد أضرب نفسه. لو انت شايف ان انت بيتك أبدى مليون المية، بيتك أبدى مليون المية، بيتك أبدى مليون المية عن تربية الحمام معاك. بس في الأول وفي الآخر تمام، انت تصفي خالص دي مش حل، مش حل والله. عندك حلول كتير وانا قلتها لك. مش عايز اطول عليكم، انتظروني كل جديد ومفيد للغاوي والغاية المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.